بص يا كوتش، الموضوع سهل وبسيط وعلى قد الايد. وانا النهارده فرحان قوي لان كذا حد كلمني قالوا لي ان هم عاوزين يطلعوا صدقه رغم الاسعار اللي بتزيد يوم عن يوم. وانا بفضل ربنا عليا النهارده عامل 40 وجبه وقلت اشارككم معايا. الوجبات عباره النهارده عن كفته وعن سمبوسه وعن رز بسمتي. وما شاء الله الكفته دي انا اللي فارمها عشان اطلع حاجه محترمه، وعامل الصابع يكون كويس عشان خاطر ما يتحرقش جوه الفرن. نزلت الكفته وقلت اعمل الرز. عمر ما الكفته تتعمل نزلت بشويه زيت ومعلقتين سمنه. والرز يا جماعه يكون مغسول مش منقوع، وتنزل عليه لو كيلو تنزل عليه ب 10 جنيه توابل رز بسمتي، وتخلي الرز في حته تانيه مع شويه كركم ومعلقه ملح. وحطيت ميه سخنه حوالي علوتين. بص الكفته ما شاء الله، حطيت معاها فحميتين من تحت ريحتها قلب الدنيا. بعد كده نزلت بشويه زيت نضاف. السمبوسه دي يا جماعه جبنه بزعتر، وما تكترش الجبنه والزعتر في السمبوسه عشان خاطر ما تحرقش منك، وبرده على حسب الجبنه. شايفين الرز ازاي عامل ازاي؟ الحبايه بحبايتها ما شاء الله. قلت ابص على الكفته كده، لقيت الكفته كده احمرت، وبص شكلها عامل ازاي، اكن بالظبط عاملها على الفحم. حاجه كده تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. الوجبه اللي قصادكم دي يا جماعه عباره عن رز بسمتي والكفته والسمبوسه وشويه مخلل. ولو وصلت معايا لحد دلوقتي صلي على اللي يشفع لك يوم القيامه.